تخيلوا معايا الموقف ده، قاعدين في مكان عام أو في مناسبة عائلية، وفجأة ابنك يبصلك وبصوت عالي يقولك ماما أنا جيت الدنيا إزاي، أو يقولك أنا جدي مات إزاي، أو ليه الراجل ده طويل والراجل ده قصير، أو ده تخين ليه الراجل ده. وكل الموجودين بيبصوا عليكم، لحظة صمت بتحسوا بالارتباك. يا ترى هتواجهوا أو هتواجهي الموقف ده إزاي؟ هل هتتوتري ومش هتجاوبي، أو هتتهربي من الإجابة، أو هتواجهي الإجابة بشجاعة؟ بعض الآباء بيغلطوا غلط شنيع لما بيقابلوا الأسئلة دي بالعنف والقسوة، زي عيب، وده بيخلي الطفل بيحس بالذنب أو بيشعر بالاشمئزاز من نفسه، وأحيانا بيدوا للطفل إجابات وتفسيرات غلط بسبب الإحراج، ولكن ده بيكون ليه أثر سلبي جدا على الطفل، ممكن يؤدي لعقد نفسية عنده. خلينا نقول بعض النصائح اللي ممكن تفيدك كأم في كيفية التعامل مع الأسئلة المحرجة دي. النصيحة الأولى: اسمعي للسؤال بهدوء وبدون انفعال علشان ما يحسش الطفل انه فضوله خطأ. النصيحة التانية: قدمي إجابة صحيحة وبسيطة تناسب عمر الطفل، وابتعدي عن التفاصيل الزيادة وابتعدي عن الكذب. النصيحة اللي بعد كده: لو ما عرفتيش الإجابة ممكن تأجلي الرد على الإجابة، ممكن تقولي له هنبحث عن الإجابة وهرد عليك، بدون ما تشعريه إنك محرجة من السؤال. شجعي طفلك على الأسئلة وامدحي فضوله، فده بيعزز ثقته فيكي وبيخليه ما يدورش على إجابات لأسئلته من مصادر تانية غير موثوقة. النصيحة اللي بعد كده: بلاش تستخدمي كلمة عيب أو ما يصحش بس علشان تهربي من الموقف. تقدري تقولي ممكن نأجل الإجابة على السؤال بتاعك في البيت لأن دي أمور خاصة. علماء النفس بيقولوا إذا سألك الطفل سؤال محرج ما تغيريش الموضوع، بل بالعكس انتهز الفرصة دي لتوضيح المعلومات الغلط اللي ممكن يكون الطفل شايلها في دماغه. بعد الإجابة على سؤال الطفل لازم تسأليه هل أنت فهمت الإجابة، وهل عندك استفسارات تانية، ولو عنده استفسارات تانية لازم تجاوب عليها كمان. دي الطريقة الصحية لتلبية فضول الطفل. لازم يكون الآباء هم المصدر الأول لمعلومات الطفل. لو وصلت لغاية هنا وعجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك ورأيك في الكومنت وشير. سلام.